مؤمن يتحدث عن بلفوضيل الذي يقول بأنه أحس بأن بلفوضيل لا يرغب أو لا يملك الرغبة الكافية من أجل تمثيل الألوان الوطنية في كأس أفريقيا. كان صريح جدا فيما يخص هذا السؤال وقال أني تحدثت معه ولم ألمس فيه رغبة في اللعب كأس أفريقيا. وخلينا نكون صرحاء كذلك، تصريحات بلفوضيل في الصحافة البلجيكية لما قال لك أنا وإحنا الجيري بعثت له كونفوكاسيون ويقول لك واحد ما اتصل بيا راني مليح في الكلوب تاعي جو سوي بليس كونسونطري على الكلوب تاعي ولي فاكونس. حب يقول ما تدينيش كاس افريقيا، راني كونسونطري، راني حايب نعاود نولي الواجهه عبر فريق ستاندرد دياج. يا خويا انا ما نقولكش من حقه، ولكن كان على المدرب او موان يفورسيه يجي يبعث له كونفوكاسيون تاع لي 23 ولا يميريت. مي جو بونس كو لي كاس باش ما بعثلوش في لي 23 سيك فريمون يلا في بلي ما يميريتيش يكون في لاكان. سي عبد الكريم، بعد إبعاد مجاني وفاغولي، القائد الأول مجاني والقائد الثاني فاغولي، الآن يطرح مشكل آخر وهو مشكل شارة القيادة في المنتخب الوطني الجزائري. اليوم تحدث عن هذا المشكل ليكانز، أدعوك لتستمع معي عما قاله ليكانز عن شارة القيادة، وبعد ذلك أعطيني رأيك من تراه الأصلح لقيادة المنتخب الوطني حاليا. تابعوا. Je crois que j'ai 4, 5, 6 joueurs qui ont une personnalité, qui ont aussi cette... ils ne sont pas toujours le meilleur joueur, hein. Fais attention, le meilleur joueur parfois il fait de l'action. Et là, je crois que ce capitaine, je vais décider en la fin de semaine ou quoi. Ce n'est pas le plus important maintenant, c'est ce groupe de complémentarité. إذن قال لدي 5 أو 6 لاعبين سأختار من بينهم قائدا، وقال بأنه ليس معناها القائد أنه أفضل اللاعبين على أرضية الميدان، يعني يقدر يكون القائد ليس هو الأفضل. أنا هدرت على كيلو ستاتيو ولو بروفيل، هذا يخلي أنه صراحة تدخل ان تورنوا كيما هذا سون لو كابيتان ديكيب ابيتويل سي امبورطون. هو لو ديسكور تاعو، لو كابيتان ديكيب عنده ان كاريزم، عنده اون انفلونس سور لي زوتر، باش بلا ماتوريتي تاعو يكومونيكي كامل مع اللاعبين، يصمتوا له يسمعوا له من خلال واش؟ من خلال لاكي اللي عنده. ما يقدرش واحد جديد تعطي له انت براسار ما راهوش نيمبورت لو كي اللي يرفدوا. خلينا يقدر يكون ان اكسيلون جوار وما يكونش كابيتان ديكيب، هذا معروف. مي هذا لو كابيتان ديكيب اليوم كيفاش يقدر يخرجوا من هذا الجروب؟ اسكو ريالمون في ان تورنوا كيما هذا سي ان تورنوا صغير. انا نهضر على لانتونسيتي دو تورنوا، يقدروا يصراو حوايج بزاف في ان تورنوا. عموما انا هاد لي زيسي هادوما كانوا يتنداروا في لي ماتش اميكو، كانوا يتنداروا في لي ماتش دو بريباراسيون. قال معليش بصح اسمع، في الصح ما عندكش حق باش تكون غايب. كي يبدا صح لازم تكون بريزون واجد 200%. اي اون با الدروا دو راتي لو تورنوا اوسي. في ظل هذه الامور لا ديناميك دو جروب هي اصعب حاجه بور ان اونترينور. اذا لقى اللحمه ولم اللاعبين حنا قلنا يرافقهم، لازم له واحد اللي هو من خلاله الانسب. انت سي عبد الكريم من ترى الانسب؟ شوف انا اذا نشوف بارابور لونسيانتي مثلا ويقدر يكون يلعب داريار بار اكزومبل، شوف غلام يقدر يكون مثلا يعطي له البراسار، راه فرض روحه في نابولي، راه لعب بليزيور ماتش، اي بي مام او نيفو تحس هذيك لا ستاتور اللي عنده. كوم ميليو تيران ما رانيش نشوف يعني لاعب اللي يقدر يرفد هذا البراسار. الحارس مبولحيله يقدر بويسك هو سي البليز اونسيان، يقدر. شفنا دي سيليكسيون ولا دي زيكيب وين غارديان دو بوت دي فوا يقدر دو ديريار نظن والله يعلم. والله انا عندي راي اخر بكل صراحه. نعاودوا نعيطوا المجاني. لا خلاص البروبليم تاع فاغولي ومجاني اللي كلوا خلاص ما تكلمنا اكثر عليهم، لكن نتكلموا على الكابيتان والمدرب. سمعناه واش كان يتكلم، قال لك عندنا 5 ولا 6 لاعبين عندهم شخصيه. يعني انت عندك 6 لاعبين كلهم قادرين يكونوا قائدين لاعب الفريق المنتخب الوطني الجزائري. لا قال لك حتى لو ما يكونش لاعب كبير. للاسف احنا رانا عايشين في وقت جديد، محمد. لما يكون ميسي قائد الفريق سي ميسي، نحي كابتن الفريق من ميسي واعطيه الى اللاعب البرتغالي وسط الميدان غوميز. كيف راح تكون الرياكسيون تاع ميسي؟ قلت كيفاش انا احسن لاعب في العالم تعطي كاس البراسار الى غوميز؟ انا ندي البراسار. في المنتخب الوطني نفس الشيء محمد، لكي نرفع معنويات اللاعبين تاعنا الكبار كما سليماني، كما محرز، كما ابراهيمي، كما غلام، كما قال عبد الكريم. لازم الكابتن ديكيب يدور من هاد الاربعه باسكو سي دي كادر اللي قادرين يقدموا الاضافات الكبيره للمنتخب الوطني. من 4 سامحني انا هضرت لك غلام، ابراهيمي، محرز، سليماني. علاش؟ لان المدرب
لازم نكونوا اذكياء. اون دي با نيمبورت كوا، اون دي با نيمبورت كوا. هذه الحقيقه موجوده. انت راك كاس افريقيا، لازم تربح كل هاد اللاعبين اللي قلتهم لك. علاش كيفاش تربحهم؟ لو تعطي البراسار الى ابراهيمي، سليماني يقبل، محرز يقبل، وحتى غلام يقبل، لان ابراهيمي لاعب ممتاز. لو تعطيه الغلام نفس الشيء، لو تعطيه السليماني نفس الشيء، لو تعطيه الى ابراهيمي نفس الشيء. ولكن لو تعطيه الى تايدر 4 لاعبين ما يكونوش متفقين معاك، وراح تنقص لهم في معنى يرتاحون في الروند نتاعهم في لاكوب دافريك. هذا هو. لازم المدرب يكون ذكي، واش يقول لك انا عندي 5 ولا 6 عندهم شخصيه كبيره. واش ندير بشخصيه كبيره انايا في الميدان؟ نحب اللاعب اللي يقدم لي المردود الكافي والاهداف اللي يسجلهم لي، واللي هو يقود الفريق تاعو، والقائد الفريق يكون مقبول من كل اللاعبين. هذا هو محمد. لكن بالنسبه للحارس مجال مبولحي لا يستحق ان يكون قائد. لا بكل صراحه لا لان مبولحي اولا بدون منتخب، بدون فريق. ولا اعتقد ان مبولحي مع كل احترامه وانا نحبه كثير الحارس وقدم خدمات كبيره للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن اعتقد لو براسار يفو اون بريزونس، لاعب كبير اللي مثلا شوف انا اوني باسي بار لا محمد، نو سوم دي زونترينور ماتنون، ولكن كنا لاعبين. لما تكون قائد الفريق معنوياتك ترتفع وتعطي اضافه اخرى في الميدان، واللاعبين يقبلوا هذا الشيء. لما تعطي له براسار الى مناد يقبلوه، لان مناد لاعب كبير. ولكن تعطي براسار الى فريق، الى لاعب متواضع، المجموعه ما تقبلش محمد. هذا اللي راح يحصل في منتخب الجزائر. في بعض المنتخبات او الانديه يحدث تصويت من هو الذي يستحق ان يكون قائد الفريق، يعني اللاعبين يصوتوا على القائد. هل هذا تصويت؟ بكل صراحه هذا التصويت هذا مازلنا نديروا القرعه. ايماجين محمد في المنتخب الوطني الجزائري دائما نصيبوا واحد سيمباتيك، صح ولا لا؟ شوفوا سيمباتيك يضحك من الجماعه واش في هذه الامور هذا، ونديروا قرعه، واللاعبين كلهم ينتخبوا الى هذا اللاعب. لاعب متواضع، كما نقول لك متواضع لاعب، ولكن ما يستحقش يكون كابتن ديكيب، ويعطوها للمدرب. المدرب واش يدير؟ راح ينفذ واش يقولوا له اللاعبين. غادر هذا اللاعب هذا يدخل في مباراه المنتخب الوطني الجزائري، الجماهير تشوف هذا اللاعب هذايا اللي ما يستحقش كابتن ديكيب. والله كيف يدخل في الميدان؟ هذا هو اللي قلت لك محمد، فيه مدرب اللي عنده الشخصيه، المدرب اللي ما نتكلمش وما نعطيش اللاعب ما يعطينيش رايه تقنيا ولا في حاجات اخرى. فيه مدرب، فيه المساعدين، هذو هم اللي يتخذوا القرارات اللازمه. اللاعب لما ياتي لكي يلعب ويقوم بعمله في الميدان. هل هذا يقودني فقط للقول هل مجاني كان يلقي الإجماع في داخل المجموعة كقائد فريق؟ المعلومات اللي عندي لا، لأنه ليس لاعب مبدع، ليس لاعب ربما اللي عنده حقيقة هو من أقدم اللاعبين منذ 2010 وهو في الفريق الوطني ويعد من أقدم اللاعبين. ولكن كما قلت أنت il y a des joueurs plus influents dans le jeu. Je pense à Brahimi, je pense à Ben Taleb s'il n'était pas trop nerveux. Parce que Ben Taleb بسرعة الوقت يداهمنا وما زال لدينا. ولكن تكلمت انا كلمه لازم يكون فيديراتور، تسمى كي ما يكونش لاعب هذا يلقي الاجماع، ما تقدرش ديروا كابيتان باسكو جماعه كبيره مش حتسمع له. ممن لم يبقى لدينا كثير من الوقت، وما زالت بحوزتنا بعض المواضيع التي تحدث عنها لكنز، من بينها اختيار منتخب موريتانيا لاجراء التحضير لكاس افريقيا. نستمع لما قاله. Et certainement, c'est maintenant où je protège les joueurs. Quand ils ne sont pas sur le plus haut niveau, tu dois protéger aussi. Et certainement, j'ai fait ça dans le cas de Mauritanie. On a un adversaire, on regarde un petit peu dans le style de Zimbabwe, parce que je pouvais prendre quelqu'un dans la direction de Sénégal. Mais je veux que tout le monde se concentre sur ce Zimbabwe. Et Tunisie, ok, je connais un petit peu. C'est aussi un autre style. Je crois que c'est une équipe qu'on peut faire des matchs amicaux là-dessus. Mais le focus, toujours, le premier match, c'est logique que je laisse certains joueurs en repos. Et qui ont joué 4 matchs sur 2 semaines. C'est pas la peine de leur mettre directement. Et puis, il y a peut-être 2-3 qui vont se montrer. On avait le cas, par exemple, Abed, qui a rentré très bien là contre les Nigériens, mais
aussi pendant l'entraînement, les jours avant, il était très bien. Il était bon en ballon, il se sentait bien, plein forme. Et comme ça, certains joueurs, ils vont prendre leur place. Ou il se met ici, entraîneur, je suis ici. F1S